كالعاده ماكو مكان اصور بيه نهائيا. طبعا هسه احنا حاليا بالهول بالطابق الثاني مالتنا. شو قلت يكمل الطابق الثاني؟ ان شاء الله بقت ايام جدا بسيطه ويكمل الطابق الثاني مالتنا. اوكي لكن فكره فيديو اليوم مو هذا. فكره فيديو اليوم انه راح اخلي المشاهير العراق او مشاهير العراق انه يتحكمون بحياتي لمده يوم كامل. راح نراسلهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي اللي عندهم، او نسوي لهم تاجات. نقول لهم انه انا مشهور باليوتيوب لكن هم ما يعرفوني، لكن البعض يعرفني. نقول لهم انه احنا مشاهير باليوتيوب واريدكم تتحكمون بحياتي لمده يوم كامل. تنطوني الاكل، تنطوني الغداء، تنطوني العشاء، تنطوني الملابس اللي البسها، تنطوني اماكن اروح لها. يعني هم يقولوا لي كل خراب، هم يقولوا لي وين اروح اني. اوكي راح نراسل اول مشهور ونقول له انه انا صانع محتوى على منصه اليوتيوب مثل ما تعرف انت، واريدك تنطيني تتحكم بحياتي او تنطيني وجبه تتحكم بها بحياتي انت شخصيا. خلينا نشوف اول مشهور. منو هذا المشهور؟ اول مشهور هو علي قلوسي. طبعا علي قلوسي غني عن التعريف جدا، صاحب اكبر صانع محتوى على منصه التيك توك والانستغرام واليوتيوب، لذلك انه هو دا يصنع محتوى داخل اليوتيوب هماتين. اوكي راح نراسله ونقول له اريدك تتحكم بحياتنا لمده يوم كامل، او انطينا شيء تتحكم به انت شخصيا بينا. اتمنى وصلتكم الفرصه. انا عطيت اتطرق بالكلام بس اتمنى وصلتكم. اوكي هنشوف شنو رد فعله او ننتظر رسالته. هل راح يرد ام راح يعلسنا ما يرد خلال 24 ساعه ونشوف الردود مالتهم شنو هي. اول شخص راسلناه مثل ما شفتوا بالمحادثه اللي طلعت قدامكم، راح ننتظر رد من عنده. اذا رد راح باخر الحلقه او راح نسوي فيديو ثاني نطلع ردودهم ونطبق الاشياء اللي هم قالوا لنا عليها. هسه صانع المحتوى الثاني او الممثل هو احمد بيبر. خلاص احمد بيبر. طبعا احمد بيبر شخصيه كلش محبوبه، شخصيه احتلت الوطن العربي بالمحتوى اللي يقدمه بالبرنامج التلفزيوني مسلسل خان الذهب، والاعلانات اللي يقدمها هو داخل البرامج او التلفزيون. انا شخصيا انه افتخر انه عندنا هاي الشخصيه او هاي كاريزما. هو بنفس الوقت موديل، شخصيه جدا رائعه، لكن مرات احس انه هو متكبر زايد عن اللزوم، ما اعرف ليش بس احسه متكبر. المهم راسلناه احنا وخلينا ننتظر هل ممكن راح يرد احمد بيبر لو ما يرد علينا. انا اقول متكبر هذا ما يرد قسما بالله. اما الشخصيه الثالثه شخصيه جدا محبوبه، والله سبحانه وتعالى وفقه داخل منصه اليوتيوب، وباخر فتره جاي يصنع محتوى جدا خرافي واشياء جدا حلوه داخل اليوتيوب. وهاي الشخصيه تكون اسمها حسين صادق. اللي ما يعرف حسين صادق شخص غني عن التعريف، دا يقدم محتوى ايجابي، دا يقدم رسائل جدا رائعه داخل برنامج اليوتيوب مالته الخاص به، والانستغرام دا ينشر ريلزات كلش حلو بيرفكت. انا شخصيا اتابع هذا الشخص لانه هو احسه لقمه، احسه خرافي. خلص ونشوف هل ممكن راح يرد لو ما يرد. طبعا وهسه راح نراسل او نعلق او ننطي تاج حق بنيه داخل منصه التيك توك، صانعه محتوى فكاهي، صانعه محتوى يعني تقلد الاصوات او بالميوزك من الامور هذه، اسمها وداد المياحي. طبعا وداد المياحي شخصيه جدا رائعه، شخصيه بيرفكت، شخصيه خرافيه. سابقا كانت ساكنه بسوريا، اما حاليا ساكنه بالعراق، وباقي لها فتره جدا بسيطه وتسافر لسوريا. اوكي راح نراسلها. والله العظيم اشوف هذه متكبره، هذه والله العظيم متكبره. راح نراسلها ونشوف راح ترد علينا. انا اشوفها متكبره يا اخي والله. راح شو انت مسوي تاجات سابقه. المهم راح نراسلها ونشوف راح ترد علينا لو ما ترد. وهسه راح نراسل او نعلق او ننطي تاج حق بنيه داخل منصه التيك توك، صانعه محتوى فكاهي، صانعه محتوى يعني تقلد الاصوات او بالميوزك من الامور هذه، اسمها وداد المياحي. طبعا وداد المياحي وهسه تمت مراسله وداد المياحي. اوكي طبعا دول كلهم اللي راسلتهم راح ننتظرهم
الفيديو القادم ونشوف الرسائل اللي ردوها علينا والشخصيات اللي ما ردت، عسى ما شخص واحد يكتب تحدي راح ننفذ هذا التحدي وينزل لكم فيديو يوتيوب. واقول لكم انه بقيه الشخصيات للاسف ما تم ردها علي نهائيا. عدم احترامي؟ لا مستحيل. عدم رايي المنشور احنا بيها باب وجواب. لكن اذا شاف المنشور مالتي وما رد علي معناته انه هذا الشخص يعني متكبر. والله لا مش اكيد متكبر، يعني شو يعني انا قلت له انه انا صانع محتوى، يعني المفروض يقدرني ويحترمني شخصيا. طبعا هسه لازم نضيف نكهه ثانيه على الفيديو، راح نضيف شخصيه بنيه. يعني صار عندنا 3 ولد احتمال او 4 ولد وبنت واحده، هسه لازم نضيف بنيه ثانيه. طبعا هالبنيه اللي راح اضيفها اسمها رجوان. رجوان احتمال انتم تعرفوها واحتمال ما تعرفوها، اكو شخصيات تعرفها واكو شخصيات ما تعرفها نهائيا. لكن رجوان شخصية جدا خرافية، شخصية على لاهيتها، شخصية لطيفة، شخصية في عندها منصة خاصة بها داخل منصة تيك توك، انت تفتح لايفات، تنشر يعني مثلا الصوت ميوزك او مثل وداد المياحي، لكن هي تعمل حركات ترندات جديدة، كل شيء يصير جديد هي تسوي. تمام راح اراسلها ونقولها انه انا صانع محتوى على منصة اليوتيوب وعندي اختبار بالمشاهير العراق انه يتحكمون بحياتي لمدة يوم كامل. خلينا نشوف شنو راح يكون رد فعلها، او راح تشوفوا الستوري او ما ترد علينا ما اعرف كيف. المهم انا حتى لا يكونون انه يقولون والله مسجات كثيره ما شفناها احنا اسفين، لا راح اسوي لهم تاجات مخفيه عشان ما حد يشوفها، بس اني وهم. اوكي اذا شافوا الستوري راح تطلع لكم سكرينات بالفيديو القادم اللي هم شايفين الستوري، لكن للاسف ما ردوا بشيء منطقي بيرفكت. اذا ما ردوا نحضرهم احنا، لا والله ما نحضرهم لانهم احتمال عندهم شركات، عندهم يعني بزنس الخاص بيهم، البراندات اللي خاصه بيهم، يا اخي شوي تحملهم انت. المهم يا اخوان راح ننتظر هذه السلسله كليتها وراح ننتظر الفيديو الجاي وان شاء الله. يا اخوان حاب انوه على شيء بسيط، اذا كانت في عندكم افكار، اذا كانت في عندكم اشياء تحبون انه اصورها لكم ان شاء الله بقت ايام جدا بسيطه ويكمل اذا يكمل اسوي احتفاليه مال اليوم السي. خلاص يا اخي خلاص الحلم هذا يعني بينتهي. المهم يا اخوان اتمنى استمتعتم في الفيديو البسيط اللي قدمته لكم، ولو هو ما كان فيديو لكن كانت رسائل. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون هو التحدي، راح يكون بيرفكت. اذا ردوا راح يصير حماس، راح يصير فلاقيه. اوكي اذا شفتوا مشترك بالقناه اشترك بالقناه، اذا شفتوا متابع على انستغرام تابع على انستغرام. طبعا مشكله الانستغرام اللي صارت معي، خلينا نسولف شوي قبل انهي الفيديو. مشكلة الانستغرام اللي صارت عندي انه كان في عندي 15,000 متابع بالانستغرام، نمت قعدت لقيت عندي 5,000 متابع، الباقيين وين راحوا؟ اختفوا خلاص، تبخروا على قولة اهلنا بولا بشرط، اختفوا خلاص. والله العظيم ما يصير هيك. شركة انستغرام انا اجدش من داخل برنامج اليوتيوب، هاي مضرطة هذه يعني شوية يقول انا صانع محتوى يقدم محتوى، مضرط هذا. المهم تابعونا على انستغرام، تابعونا على تيك توك، تابعوني على اليوتيوب واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، هذا شيء كلش ضروري ويعطينا حافز على الاستمرارية. وبس احبكم كل شوية، كروحكم الرئيس مشاهدة ممتعة. See you.